اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير وتكون فيديوهاتنا بتنال اعجاب حضراتكم، وما تنسوناش في الكومنتات في اللايك، الكلام ده بيساعد جدا على انتشار الفيديو. اشكركم مقدما. النهارده هنتكلم عن تركيب السكرين على الموبايل. تركيب السكرين موضوع بسيط ولكن هو فني مش اكتر من كده. لازم حد يكون متخصص بيحب يعمل الحاجه دي، مش بيعملها مجرد تأدية انه بيجيب السكرين ويلزقها وشكرا. لا، هنشوف احنا دلوقتي لو بصينا هنلاقي ان لازم ان احنا ننظف الشاشه كويس جدا. بعد ما نمسح وننظف الشاشه كويس ونتاكد ان مفيش اي شوائب عليها خالص بطريقه او باخرى، نبقى متاكدين ان الشاشه كده بقت بحاله كويسه جدا من فوق. هنبتدي نجيب السكرين نفسها وهنبتدي نلزق الجزء العلوي، نخلي السكرينه محطوطه بشكل مستقيم، بشكل موازي للشاشه بالظبط، مش مايله يمين سنه ولا شمال سنه. ونبتدي نلزق اللزقه البسيطه بتاعتنا، نضغط ضغطه بسيطه وبعدين نبتدي نطلع فقاعات الهواء اللي موجوده اسفل السكرينه. نتاكد تماما ان كل الهواء اللي موجود تحت السكرينه طلع معانا. لو احنا بصينا بعد ما لزقنا ولقينا ان فيه اي شوائب بسيطه ولو ذرات بسيطه خالص كده، الحاجه البسيطه دي بتخلي السكرينه تترفع لفوق اعلى من مستوى الشاشه، وبالتالي بيرجع يدخل هواء تاني، وبالتالي السكرينه يا بتتكسر بسهوله يا اما بتخلع بكل سهوله. فبنجيب الستيكر اللي زي ما احنا شايفين كده وبنحاول نشيل اي شوائب ظهرت معانا تحت السكرينه. لازم نتاكد وما نستهترش ان احنا شلنا اي شوائب ظهرت معانا. الحاجه اللي انا استهتر بيها واسيبها هتعمل نقطه بسيطه، وفي ناس كتيره للاسف بتقول لصاحب الموبايل دي مش هتعمل حاجه وهتختفي مع السخونه بتاعه الموبايل. الكلام ده طبعا مش صح. لازم نتاكد ان احنا شلنا اي جزء او اي شوائب ظهرت معانا تحت السكرينه. لو عملنا كده السكرينه هيبقى عمرها طويل، هتقعد معانا كتير، مش هتخلع ابدا. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يتكرم عليه ويعمل لايك. شكرا جزيلا.